السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أبناء مدينة سيدي بنور. تبارك الله عليكم. نتمنىكم إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير. المهم كنشكر المجهودات الجبارة اللي قاموا بها ممثل الجمعيات وممثلين المجتمع المدني والناس اللي كينوبوا على الساكنة، هما الناس المنتخبين وعلى راسهم المجلس البلدي لمدينة سيدي بنور. اليوم جينا كنتكلموا على السوق كان في واحد بعض المشاكل، وكانوا في بعض الأطراف اللي دخلوا على السياق ديال السوق سيدي بنور، اللي كانوا ردوا ليه السومة وبغاو ينقصوا ليه من الأثمنة ديالو. وهادشي هنا كيطيحوا من الاقتصاد ديال المدينة وكيضعفوا المدينة بزاف. الحمد لله كانت مجهودات وتم كراء الرحابي كلهم ديال السوق. جميع الرحابي تكراو كما كان واحد التصريح البارح ديال الرئيسة ديال المجلس البلدي. الحمد لله كانت واحد النسبة قليلة اللي تنقصات السومة السابقة. كاين بعض الرحابي اللي هما بقاو في المكانات ديالهم، بقاو في نفس الثمن ديالهم، بحال رحبة البهائم تنقصات هي في السومة السابقة. بالنسبة للبطوار تا هو تنقص. بعد البلايص اللي ما تنقصوش، الحمد لله كاين بعد اضطرابات ديال الجفاف وقلة الشتاء وقلة الحركة في مدينة سيدي بنور وقلة الكسيبة. وهذه الحمد لله السوق راه باقي مستقر، باقي في نفس السومة ديالو. كاين بعد النقص اللي هو قليل، واحد النسبة قليلة، الحمد لله. المهم انا اللي بغيت نوضح للناس ديال ساكنة سيدي بنور كيفاش، واش كاين شي حل بديل في مكان هاد السوق اللي هما كيحاولوا باش يقدروا يرحلوا ولا يقدروا يدوا شي بلاصه اخرى. واش كاين شي حلول بديله يا عباد الله؟ ما كاينش الحل البديل. فين هي التنميه ديال الساكنه، وفين هو الاقتصاد اللي غتنعش به المدينه، وفين هو هادي. شو دابا كنعيشوا واحد الحالات كبيره غير في داك الانقطاع ديال المياه الصالحه للشرب، اللي كيتقطع الماء تقريبا مع السبعة العشية، كيبدا حتى الثمانية ديال الصباح الغد ليه. المهم كينقص بعد الحركة في مدينة سيدي بنور. الناس يلا كتخرج بالليل وكتبغي تخرج للقهوة، تخرج تريح هنا، تخرج تمشي لشي بلاصة. المياه تما كينقصوا من الحركة ديال الاقتصاد ديال المدينة والرواج ديالها. هنا ما عرفناش واش شي جهات اخرى اللي غادا تدخل وتلقى شي حلول للمياه. باقي ما كاين حتى شي حاجه لحد الان، باقي ما كايناش شي حاجه اللي كاين شي تدخل باش يقدروا يعطيو واحد الماء الكافي ويكون صالح للشرب لمدينه سيدي بنور وللساكنه ديالها. لا زالت الامور باقه على حالها، والحمد لله احنا صابرين. ونزيدكم على ذلك مازال الفاتورة ديال المياه باقا كتجي مرتفعة. الماء راه كيجي مرتفع بزاف اخوتي في مدينة سيدي بنور، وبالخصوص حنا كناخدو الماء بالقسط، يعني بواحد الاقتصاد كبير باش كيعطونا الماء. يعني يا الماء ديال صالح الشرب وهادي راه كناخدوه من الشوارع، من الزنقة اللي كنشربوه حنا وداكشي. هاد الماء غير اللي كنغسلو به لداخل البيوت ديالنا وهادي راه كيجينا مرتفع بزاف الفاتورة ديالو زايدة شوية. كنتمنى من الله تكون واحد انتباه لهاد المياه اللي يتم التصليح ديالها ويتم التزويد ديالها ويتم الامور كما كانت في السابق. شو النقص كاين غير في مدينة سيدي بنور في المياه، كاين نقص في مدينة سيدي بنور فقط. ما عرفنا شنو هو المشكل، والله ما عرفنا شنو هادشي اللي واقع. وهادشي راه كيضر بزاف اخوتي في القلب. والله يصاوب وصافي، والله يدير شي تاويل ديال الخير، ونتمنى لكم ان شاء الله كاملين الخير. وتبارك الله عليكم. وكنشكر المناضلين السياسيين والمناضلين اللي هما كيمثلوا المجتمع المدني، حتى هما كنشكروهم على هاد المجهودات اللي كيدافعوا الساكنة. ورغم ذلك الساكنة راه في واحد النوم عميق، ناعسين بزاف. الساكنة مساكن دراوش عايشين على قد الحال،
كيعيشوا مع بعضياتهم، كيخدموا على وليداتهم وساكتين واخا مضرورين. وين ربي كبير، ربي راه كيخلق الارزاق ديال الانسان وكيخلق لهم بزاف الناس اللي ساكتين راه كيجاوبوا عليهم الاشخاص اللي هما كيناضلوا من اجل الماء الصالح الشرب. وتبارك الله عليكم خوتي، ونتمنى لكم ان شاء الله الخير والله يكمل بخير وصافي. هذا هو اللي كاين اخوتي.